اليوم ويانا حسام الرسام. بس والله خسران اللي ما يجيبك بحفلاته. حسام يعني ما تنسي. كيف توصف الجمهور العراقي؟ وين ما شايفك راح اتخبل. منو اللي ما كنت شايفه يومين وراح تتخبط؟ تعرف أني حاضرت لك حفلة بميشيغان؟ بس مجرد تفتحين الباب هم بمنتهى السعادة. أغرب إشاعة سمعتها عن نفسك؟ إنه حسام صار مسيحي. يا ويلي العراق إذا أنا هض. اللي تخلي الإعلام يخدعك عن العراق. واللي يقول أنا ساعدت حسام أعاتبه. يواجهني سنة كاملة أنام بالشارع وما حد يسألني. نور وكريم كل حالة خاصة صارت هذا. كلمنا عن شهد. عندما تبكي الرجال أنا كرست نفسي لفرح العراق. أصعب شيء هو الوعود الكاذبة. مو وقت ألطي فرص ثانية بعد. الخيانة هي الخط الأحمر. ولا مرة ذكرتيني وقطرات المطر كلها. قبل ما تشوفوا الحلقة ما تنسوا تشتركوا، لأن كل ما تكبر القناة كل ما تكبر وتكثر الضيوف، فبليز اشتركوا، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان يكبر ستارز بودكاست فيكم وبمحبتكم. أهلين ومرحبتين بكم بحلقة جديدة من ستارز بودكاست. اليوم حلقتنا مو طبيعية لأنه ضيفنا مو بس نجم، هو أسطورة من أساطير الفن والفن العراقي تحديداً. شاركنا هواي لحظات فرحنا، حزننا، فراقنا. اليوم أني فرحتي كبيرة، كلش كبيرة، وهالحلقة بالنسبة إلي كلش مميزة. اليوم ويانا النجم الكبير حسام الرسام. أهلا بيك في ستارز بودكاست. أهلا بيك نور، أشكرك. هاي شنو؟ تغيرت لما الكاميرا اشتغلت؟ هاي شنو؟ لا الكاميرا شيء وبالكاميرا شيء. بالكاميرا شيء. طبعا أنا كلش أتشرف بوجودك اليوم. ما أدري لو تعرف بس أنا من أكبر محبينك من زمان ولليوم، فكل الشرف كبير إلي أنك موجود اليوم وياي. والله بعد هالمقدمة هذه يعني أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المحبة، وأشكركم جميعا، وأشكرك أنت بالأخص، لأن أنا مقل بصراحة، مقل يعني بظهوري على السوشيال ميديا بصورة خاصة، حتى عامة، يعني مقل بالظهور إن كان سناب شات أو انستغرام. فقط تشوفيني من القلائل اللي أنزل أخبار عني إلا تكون فنية. ولكن اليوم لما حضرتك ويعني اتاحيتوا لي هذه الفرصة أن أظهر في هذا المكان، هذا شرف كبير لي. والله الشرف إلنا. بعد هالمقدمة اللي قدمتيها يعني فعلا يعني خجلتيني هواية. لا بالعكس بالله. هذا الشيء قليل بحقك، يعني أنت فعلا الفن اللي قدمته فن ما ينسي. وبالنسبة للفن بشكل عام لما نفكر بأساطير بالفن أكيد لازم نذكر حسام الرسام. الحمد لله. شلونك؟ شخبارك؟ شنو الأمور؟ أنا أحمد الله هواية. دايما لازم. أنا من الحمادين، فكثير من الحمد اللي خلاني أوصل لشيء كان في مخيلتي وكان في أحلامي وكان في مخططاتي. أنا كثير الحمد. تستاهل أنت. فأحمد الله على كل شيء. تستاهل، واللي يحمد رب العالمين الله يزيد عليه، ولذلك أنت من نجاح لنجاح أكبر. لذلك أقول لك أنا زين. أي والله. إن شاء الله دوم زين. الحمد لله. اليوم أنا مجهزت لك الحلقة هواي مواضيع وأسئلة. عبالي مجهزت لي فالتبريد. إحنا من نصور ونطفي الAC، فيعني أنا دائما من أصور يعني دائما يعني أتعرض للتعرق هواية، عادي اليوم نمشيها. أحسك كنا نحكي بهذا الموضوع قبل التصوير، أقول له يمكن أنك شوية تستحي من الكاميرا. يعني لا. الناس ما تتخيل. لا ما عندي هذا الشيء، ولكن ما أعرف يكون عندي انفعال أكثر من اللازم. أفكر شلون راح أتكلم، شلون راح أتحرك، شلون راح أجاوب. فهذا يمكن شوية يعني من تشوفيني على المسرح غير الانترفيو. على المسرح ترتاح أكثر؟ المسرح مسرحي. أنا دارس مسرح ودارس موسيقى ودارس فشغلتي. يعني نورتني بخطوبتي وحولت اللحظة لحظة عمر ما أنساها أني والناس عاشتها وياي. تتذكر دخلتنا والأغنية؟ كل شيء أتذكر. نعم كل شيء. شو أكثر لحظة هيجي حسيت إنه بيها بأجواءنا أو
علقت وياك يعني. بداية تعرفين المفروض احنا نغني ساعتين بحفلتك؟ I know. عندك هذا العلم؟ عندي يعني لو تقرون العقد اللي بيني وبينكم، أنا أغني ساعتين 120 دقيقة، خليتوني أغني 40 إلى 45 دقيقة. ليش؟ والله ليش؟ مو ما كان أني. المفروض أغني لكم ساعتين. مو أني. هاي وحدة. ثانيا الأغاني اللي أنت طلبتيها يعني مختارتها بدقة طبعا. وفعلا يعني مثل ما غنيتها، يعني كان إليش حق أن تكتبي لي إياها وتطلبيها بهذه الصيغة. ثالثا أنتوا روح الحفل. أنا ما سويت شيء، أنا غنيت أغاني مثل ما هن، ولكن أنتوا روح الحفلة. يلا الحفلة ترى والله مو بالفنان. هذا كله ما سويت شيء بالله حسام. هاي لو سويت شيء شو ما هو تسوي؟ أنتوا اللي شجعتوني، اللي سويتوا لي هذا الجو الخرافي. والدليل لحد الآن أنا تجيني يعني مسجات وتجيني أسئلة وتجيني حجوزات من وراء حفلتكم إنه سويت. يعني قلت لهم يا ترى أنا هذه مو أول حفلة يعني أسوي هذا الشيء، ولكن هي نور ما شاء الله، نور وكريم. يعني يمكن حالة خاصة صارت، هذا العرس هذا حالة خاصة. بس والله خسران، عمره خسارة. الماء إجا غير. مو المأجة اللي ما يجيبك بحفلاته. حسام يعني شو أقول لك أني، يعني ما تنسي ليلة من العمر، ما تنسي. مو بس أني، الناس كلها اللي ما إجت، يعني اللي ما إجت ندمت، واللي إجت كلها يعني تقول لي نور إحنا ما راح ننسى هاي الحفلة بعد بحياتنا. والله يعني اسمحي لي مدام أتحتي لي الفرصة بهذا الموضوع، أريد أبارك لكم إن شاء الله. ربي منك العيال ومنا المال إن شاء الله. الأولاد الصالحين ربي يفرحك ويهنيك ويهنيه، وتستاهلون بعض. اثنينكم حلوين، أشكرك. وأهلكم حلوين، واللي جايين حلوين، وكل الناس حلوين. أشكرك أيوة. أشكرك على هالكلام الحلو. ويعني ما أدري شو أقول لك، يعني خجلتني يا حسام وتأثرت. أنت جاي تبتشيني لو أنا بتشيك. طبعا أكو لحظة بالحفلة قبل ما ندخل بالأسئلة، يعني ما أدري أنت لو لاحظتها، أكو لحظة وأني أذب بشعري وأسوي شعر وشعري إجا عليك. شفت أنت هذا الفيديو؟ انصدمت أنت. هي احنا شوفي كنا يمكن مدى نعرف شلون نعبر عن فرحنا. ورقصت أنت؟ بالله أنا رقصت، أنا ما أرقص بالحفلات ورقصت. رقصت أنت؟ بس شنو من هذا الدبج. ومن شفت الوالدة، من شفت أمك وهي تغني وشون تعبر، وخواتك واخوانك واللي الناس اللي داعيتهم شلون مشاركيك من كل قلبهم. يعني فعلا هي هاي الفرحة اللي كانت كنا محتاجيها. مو بس انتي محتاجتها، احنا كنا محتاجين ان نشوف هاي نور الحلوة المرتبة المجتهدة اللي سوت اشياء صعب يمكن حتى الرجل يسويها. أشكرك. ان شاء الله ربي يبارك بيك. أشكرك. وان شاء الله كل خطوة تخطيها محسوبة ألف حساب وبألف سلامة توصليها. ثانك يو. أشكرك أني كلامك، وإن شاء الله يعني توصلين للهدف اللي ترديه. اللهم آمين. كلامك شهادة. والله يكثر من أمثالك. بعد قلبي يا بعد قلبي يعني خجلتني. وأني هذا كلامك كله شهادة أعتز بيها للعمر كله. العمر كله ما راح أنسى. شوفي هي هذا الكلام من يعني استنتجته من خلال الكومنتات. مرات احنا نعرف هذا الشخص، يعني عندنا طبيعة ندخل على الكومنت حتى نفهم شنو اللي صار. ما ندقق بهذه الصورة أو ما ندقق بهذا الفيديو، ندقق بالكومنتات اللي تصدر عن هذا الشخص، فنفهم الموضوع من خلال الكومنت. أنا من خلال الكومنتات اللي اجتني يا أخي إيش قد الناس تحبك، ولهذا الله شوفي شلون سهلها عليك. الحمد لله. ودائما اللي الله يفتحها بوجه هذا يستاهل. الحمد لله. هذا ما تستحقيه طبعا. الحمد لله. مو أني أقوله من كيفي، هذا ما تستحقيه. الحمد لله. اليوم اللي أنت نور ستار، اللي أنت كونتي هذا الاسم أو كونتي هذا الكامباني اللي أنت سويتيه خطوة خطوة ومثل حجر حجر من نقول بنيتي، مو عن فراغ. أكو الله سبحانه وتعالى الحمد لله يشهد على هذا التطور اللي صار، وهذا اللي تستحقيه. الحمد لله. الحمد لله. يعني أني ما
كلام أقدر أرد بي عليك، بس أشكرك، أني كلش أشكرك. وأنت يعني ابن العراق اللي كلنا نفتخر بيك. وما تخيل أنت وجودك وياي بذاك اليوم، حسيت كأنه أهلي وناسي وكل الناس اللي كنت أتمنى موجودة، والعراق كله كانوا وياي. أنا قلتها بالحفلة، قلت أنا اليوم أسعد إنسانة، العراق كله موجود وياي. وبالفعل يعني بالفعل أنت حتى لو تشوف تعليقات الناس، يعني أكو تعليق دزوليا كاتبين العراقيين ما فرحوا هيج غير بكأس آسيا، وانت مرتبط بكأس آسيا وبحفلة نور ستارز. فيعني أشكرك أني، من أجمل اللحظات بحياتي. بس هسه خلينا نغوص بأجمل اللحظات بحياتك، لحظات حياتك، ونتعرف عليك أكثر. أريد شوية أرجع للطفولة. أنت كطفل شلون كنت؟ هادئ، حرك؟ طفولة من يا سنة حددي. لا أنت طفل أول لك بدايات الطفولة، يعني 6 سنوات 5 سنوات يعني ما بعد الابتدائية مثلا. يعني الابتدائية. أنا لما كنت بالروضة كنت أطلب طين اصطناعي. أوف. أي، وكنت أسوي خيل، معجب بالخيل يعني حيوانات أسوي من طين الاصطناعي. عمري 5 سنين أو 4 سنين. فأتذكر كانت الست تقولها الأم، تقولها هذا ابنك فنان نحات على رسام. هذه طبعا قصص أمي تقول لي إياها. لما صرت بالابتدائية ما أعرف، هذا الآن الموضوع دائما يعني أردده ودائما أقوله. أنا أتذكر فترة الابتدائية كلها أتذكرها، ولكن بعض المختطفات يقولوا لي إياها أهلي. ولكن التركيز كان عن إنه شلون أغني، وشلون أحفظ الدرس، وشلون أحفظ الأناشيد، وشلون قوي بالرياضيات، وشلون قوي بالإملاء. كان اكو درس اسمه إملاء على السبورة. يعني كانت يمكن يا ثاني ابتدائي يا ثالث ابتدائي. هذا المشهد ما يروح من بالي. قومتني معلمة اسمها ست انتصار، وأختها ست باسمة. هذول كانوا يبوسون بي، ما أعرف ليش. من صغرك محبوب عمي. هذه أنا أتذكرها، ست باسمة وست انتصار. الله ينطيهم الصحة والعافية. آمين يا رب. إذا موجودين طبعا، وإذا يعني إن شاء الله يرحمهم. موجودين إن شاء الله ويسمعوني، وهاي تحية لهم وبوسة على راسهم. فكان ست انتصار تقول لي قوم حسام اكتب لهم إملاء على السبورة. كان اكو درس اسمه المهم عادة ثامر من المدرسة. اوكي، هي بس قالت عادة ثامر، انا قلت عادة ثامر من المدرسة. كتبت الدرس كله، يعني كتبت الصفحة كلها. وتقول، فتلتفت المعلمة تقول لي بعدني ما كملت. اقول لها لا، مو اني حافظة. فهاي مرحلة الابتدائية كنت يعني احب اناقش بيها، احب ألعب رياضة. كل النشاطات داخل المدرسة أنا كنت مشارك بيها. كنت شاطر جدا جدا. يعني أنا لحد الخامس ابتدائي بنشرت. ليش بنشرت؟ أجل إنجليزي. أنت مشكلتك كم الإنجليزي؟ لا هسه أقول لك ليش. أتصور كان اهتمامي راح للرياضة في ذاك الوقت. لأن صف خامس كنت طويل، يعني أطول الأطفال كانوا يأخذونا نلعب سلة. فاهتمامي راح، عفت النشاط الدراسي، رحت على النشاط الرياضي أعتقد. لذلك كانت الدرجات مالتي كلها ضعيفة، يعني 5 كمال. حتى أتذكر مرة شققت النتيجة، ما حبيت أخذها لأهلي لأن رسبت بالخامس. أي هاي السنة الوحيدة اللي رسبت بها. عاد أبويا وأمي يعني شافوا الموضوع أنه مأثر علي، قاموا يتابعون الأمر إلى أن صرت بالسادس والسادس بكالوريا. رجعت الأمور طبيعية. ولكن أنا صف خامس أو صف رابع أنا مشهور ترى. أوف. أي والله، على مستوى المدرسة لا مشهور أغني. زين، هذا سؤالي. أنت شو وقت يعني عرفت إنه صوتك مو عادي؟ شو وقت مو عادي؟ أي يعني أكيد أكو لحظة إنه لا صوتك هذا مو صوت عادي. فهمت. صوتك يعني مميز. نعم. في هذه المرحلة كان اكو قسم
داخلي للطالبات بمنطقتنا. واحنا تعرفين صغار وبنات حلوات نشوفن قاعدات بالبلكونات وبس نريد نشد انتباهن، فنفوت من يم المنطقة نغني. أنا الوحيد اللي صوتي عالي ما شاء الله. ومن يسمعن صوتي طلعن، فهذول جماعتي شو يسوون؟ ياخذون الله الله، لا لازم تكمل لازم. ياخذوني وياهم يقولوا لي يلا ابدي غني حتى يطلعن البنات ونشوفن. ويطلعنوا فيطلعن البنات يظلن يعني يشوفن. هاي المرحلة عرفت بها. في ذاك الوقت عرفت انه انا عندي باور اقدر اوصل صوتي الى ابعد مكان اريده. ما شاء الله. فمن هذه الايام عرفت انه اني اقدر اشتغل بدون ميكروفون، بدون اجهزه صوتيه. لما انتقلت للمتوسطه بديت اجود القران. كان استاذ فاضل الله يذكره بالخير هو علمني على اصول التلاوه وجودت، وصرت كل يوم سبت الساعة 7:30 أو 8 أتصور الساعة 8 أنا يحطوا لي كرسي بنص الساحة، كانت متوسطة الرافدين، وأجود بدون مكبرات صوت. ما شاء الله. ما كان عندنا إمكانية نشتري مكبرات الصوت، فيقعدوني على كرسي وأقرأ القرآن. منو كان أول شخص تتذكره قال لك ما شاء الله حنجرتك مختلفة؟ يعني أول شخص هيك لاحظ وحكى. مو أكو فرق بين قال واكتشف. اكتشف. هو شوف المنطقة دائما لها تأثير. المنطقة اللي أنت تعيشين بها، البيئة تأخذين منها نسبة 90 إلى 100% التأثير. فأنا عشت في بيئة معظمها موسيقيين، معظمها الأشخاص اللي رافقتهم الحمد لله والشكر يعني كانوا مهتمين بي أكثر من اللازم، ويحبون الأصوات الفراتية، مو الأصوات أقصد بالفراتية لأن إحنا تعرفين أنا من مدينة الحلة، من محافظة بابل، تعرفين هذا الشيء؟ أكيد أعرف. حلاوي. والنعم كل أهل الحلة، تحياتنا لأهل الحلة. شكرا حبيبتي من الحلة. فمنطقة الفرات الأوسط تتميز بالصوت الفراتي، لا هو بغدادي ولا هو مصلاوي ولا هو جنوبي. اللي يميزه احنا من مد الجمل اللحنية، يعني كأنه غنانا، يعني لو تسمعين الله يرحمه الفنان سعد الحلي كأنه يتكلم مو يغني، كأنه يتكلم الأغنية ما يغنيها. رياض أحمد الله يرحمه وداخل حسن والمطربين اللي هم يعني مولودين بالجنوب تشوفين امتداد بالصوت عندهم. جرب الصوت، يعني جرب الموال، يمول. احنا من مول، احنا نقوله للكلام، يعني نتغزل بالأغنية مثل ما هي، من مد ونسوي عرب هواية. هذا قصدي. الشغلة الثانية الاكتشافات ما صارت اكتشافات فنية على علم، يعني اللي أقصده شنو، يعني الأصدقاء اللي كانوا وياي مو موسيقيين ولكن متذوقين للموسيقى، يكتبون شعر على الفطرة، يغنون على الفطرة. فأصدقائي من نبية هم اللي سندوني، هم اللي خذوني ودوني إلى مركز شباب الحلة. بس قبل نرجع لبداية، منو أول شخص اكتشف صوتك وحكى بيه؟ مثلا من الأهل، من الأصدقاء، لا. بيتكم؟ صحيح. أكو واحد جيراننا الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. هاي القصص اللي أريدها. هاي يعني عمري يمكن الله عليك انطينا القصص، انطينا الكواليس. مو لازم أتذكرها بما هي. كان اكو جيراننا عندهم عرس والفرقة تأخرت، ما اجى المطرب مالتهم او الفرقة ما اجت، بس هم بالعادة مأجرين جهاز صوت. كان عندهم جهاز صوت مكبر، تذكرين مكبرات مال الصوت اللي هيك البوق، ويجي ويا المايك، يجي ويا مايك. بس هذا واجى لابويا، يعني ابويا يعني كل شيء ولا تقول لي له ابنك يغني، النوبه تاخذيه يغني بعرس.
فقالوا له سيدنا ممكن يعني اليوم عندنا عرس أو طهور، يمكن عرس. ورد حسام يغني، فأنا سمعت، أبوي رفض. أنا كنت ضعيف، فالشبابيك مال البيت أقدر أطلع منها، فأني وباسم أخويا شردت من البيت؟ أي والله الساعة 11 بالليل، يعني بحوالي الساعة 11 بالليل قلت له باسم أكو عرس لازم نطلع. زين أبويا شو وقت ينام بالعشرة، 10:30. قلت له خليه ينام وإحنا نطلع. أمي نامت، الكل نام، بس أنا وباسم نريد بس نشوف هذه الفرصة حتى ننهزم. فأمد راسي ألقى أبويا بعده كان أكو راديوات عندنا، فأسمع الخرخشة مال الراديو بعدي، هو من يطفى الراديو يعني طفى أبويا نام. أمي نامت، فالكل نام بس أبويا بعد شو اسمه يخرخش. هسه راح تخلص الحفلة فإحنا نسمع الموسيقى، نسمع الناس دا تغني، أقول له بعدهم، يقول لي خاف خلصت الحفلة، أقول له لا بعدهم. فالمهم فتحنا الشباك على كيفنا، طلعت أنا أول واحد، باسم شوي شوية أسمن مني ما طلع. لا طلع وصلنا للحفلة، اجانا هذا الرجل قال تراني جيت للبيت وردت يعني ردناك تجي قلت له يلا خلاص ابويا سمح لي اطلع. فش اقول له عبرت من الشباك عبرت الشط على عبرت الشباك على عمودك. وغنيت بالحفلة وما اشوف الا شخص يشبه ابويا، فتعرفين يعني شوية بعيد ظلمة، بس ابويا قدامي. هذا الموقف ما راح انساه طول حياتي. الله يرحمك يا ابويا بهذا اليوم، ان شاء الله الف رحمه ونور تنزل على قبرك. الله يرحمه. فقال لي هيش، فاني دا اغني بعدني، يعني الميكروفون بايدي والوالد يسوي لي. هذا ابويا ما دا ركز واجاني لان ابويا وقدام العالم كموشني من اذاني وجرني من اذاني من الحفل لحد البيت، اني اذني ما انفلت، هو لازمها على طول الطريق الى ان دخلت البيت وباسم مشت باسم اختفى. انهزم. زين ليش برأيك والدك كان معارض للغناء؟ لأن صغير أتصور يعني كان يخاف علي. بعدين تغير فكرة؟ لا توفى أبويا ووراها انقبلت محل الفنون الجميلة وخلاص. كان عندي حلم، أنا كان عندي شيء اسمه بغداد. نعم كان أكو شيء اسمه بغداد، لما أوصل بغداد أصير نجم. يعني أنا كان عندي مخططات، يعني أنا ما كنت على شيء عفوي، لا ما اجت الفكرة انه هي مستحيلة، لا ما عندي شيء مستحيل. اغني يعني اغني، اصير نجم اصير نجم، اصير مشهور اصير مشهور. عندي اشياء كنت مثبتها في حياتي، يعني مثلا قلت اسجل ألبوم واني بعدني كل شيء ما عندي، وسجلت ألبوم. قلت اغني على المسرح الفلاني وغنيت على المسرح الفلاني. اكتشفت هذا الشيء هو جذب. صحيح. أنا كنت أجذب هواية أشياء، طاقة الإيجابية كنت أجذبها، إنه أريد أشوف فلان وفعلا أروح أشوفه. كنت تعرف وين رايح بالحياة، يعني نعم. كان عندك أهداف نعم. معينة، عارف نعم. طريقك مو ضايع بالحياة. لا ما كنت ضايع، لا. والدتك شنو دورها بحياتك؟ أمي كانت تحفظني الأغاني بالمناسبة. أمي كانت تعطيني رؤوس أقلام الأغاني وأروح أسمعها وأحفظها. يعني كانت داعم هي. نعم، لأن أنا قلت لك البيئة اللي نشأت بيها بيئة طيبة، بيئة مستمعة، بيئة نظيفة، بيئة جبارة، كلها طاقة إيجابية، كلها فرح، كلها نغم. لما كنت أسمع الأغاني القديمة
يعني مجرد أول سمع إلي أنا أحفظ هالأغنية. لذلك عندي خزين من الأغاني رهيب. لما أجيت أغني بكل الحفلات، شايفة واحد اليوم عنده مبلغ من المال جدا وفير ويصرف ولا يبالي، أنا هيك لما أجي للحفلة كأنه عندي بنك من الأغاني. صحيح، وأنا هذا الشيء لاحظته أنت ما شاء الله، يعني تنتقل من أغنية للثانية وما تحسس أغاني. الشخص. لا هذه أغاني أنا أحكي لك على الرصيد. نعم. الأرشيف. نعم. زين، تتذكر أول يوم وصلت ببغداد؟ إيه أتذكره. ايش تتذكر منه؟ أتذكر كنت لابس أحلى لبس، كأنه واحد رايح لعروس، كأنه رايح لزواج، كأنه رايح لأحلى حفلة. أول يوم جيت على بغداد لبست أحلى لبس، أحلى ما عندي لبسته. يعني هذا حلمي وشهادتي بإيدي وقبولي. لازم أنقبل بغداد مهما. طبعا بدون تفكير جيت لبغداد وين أنام، بدون تفكير منو عندي ببغداد، بدون تفكير شلون راح آكل وشلون راح أشرب وشلون راح أسكن. أنا ولد محافظات، ما كانت مثل هسه. يعني الناس معروفة أنه تعرفين يمن تروحين يمن تجين. لا، ما كان أحد يعرفني، ولا عندي أقرباء ببغداد، ولا عندي شخص أعتمد عليه في بغداد. جيت لبغداد، رحت للمعهد الفنون الجميلة الصبح، كان عندنا الاختبار مالته كان الساعة 10 الصبح. أنا الساعة 6 واصل بغداد، 4 ساعات أنا واقف بباب المعهد. لما نادوا اسمي طرت مثل الطلقة، رحت على القاعة وكانوا يختبروني أساتذة، والعود بإيدي وباردة، لابس قمصة جلد ومتعطر ومسوي شعري بالجل. يعني فعلا كأنه عندي حفلة، كأنه رايح لمناسبة جدا كبيرة. هو اختبار. ولما المدرس قال لي عيد اللي قلته، عيد اللي غنيته، وشنو اللي غنيته، أنا كله حافظة، كل الأشياء اللي كنت محضرها، لأن كان عندي فد موضوع لازم أقدمه، إنه أقوى شيء عندي أقدمه. فأنت مجهز نفسك. كنت مسلح. وانقبلت طبعا، ونجحت بالاختبار. أول جلسة وبدأت حياتك ببغداد. بدأت الحياة. اسمك بس شلون بدت؟ لا، بدأت غاية مصائب بيها. صعبة كانت بدايتك جدا. مصائب. شنو أصعب موقف عدى عليك؟ أصعب موقف أنام بالشارع. نمت بالشارع؟ هاي شنو؟ سنة كاملة أنا أنام بالشارع، سنة كاملة أنام بالشارع، وما حد يسألني، ولا أنا أشتكي، ولا واحد قال لي قميصك ليش ما مكوي. زين. وكملت بهاي السنة. طبعا. يعني شنو كان حياتك بهاي السنة؟ لأن قلت ليش انصدمت بالواقع. الخيال شيء والواقع شيء. واقع صعب. الحقيقة مرة جدا. انقبلت وما أقدر أتنازل، شماته هواية. يعني مو مال أهد الدنيا كلها وأرجع، مستحيل. لو أنام بالشارع، لو أكل حجر. جاي من الحلة أني. وهاي السنة كنت تدرس بيها أنت؟ درست بيها وطلعت الأول. أول سنة رغم الظروف اللي قاسيتها، أني أول شهادتي. والله العظيم يمكن موجودة عندي، ولكن هل هي بعمان موجودة؟ يعني عندي باكس، هل هي بعمان أو هل هي بالحلة ما أتذكر، بس هي موجودة شهادتي. ما عندي درجة 90. النظريات، العملي، الشفهي، حتى كان عندنا درس إنجليزي، العربي، الاجتماعيات، كله ماخذ بيه درجات عالية. منو ساعدك بهاي الفترة السنة؟ ما حد. وحدك جن. ما حد. واللي يقول أنا ساعدت حسام أعاتبه، يواجهني. اللي يقول أنا ساعدت حسام أول سنتين بمعهد الفنون الجميلة خليه يجي يواجهني. ساعدوني بعد ما صرت حسام رسام. وانت شلون جازيتهم؟
جازيتهم بالخير. والله اكو جماعه يعرفوني انه انا راح انام بفلان مكان، والله وعدهم مكان للسكن، ما يقولوا لي تفضل. صدقي أصدق. تدرين شنو اللي يقهر؟ اللي يقهر تشوفين الطلاب اللي وياك وملابسهم مكوية وحتى عندهم سندويشات مال أكل جايبين وياهم، والليفكس كان اكو ليفكس مال كتب، احنا ما عندنا هذا. وكان عندهم قماصل حلوة وتكرمون أحذيتهم مصبوغة ومرتبة، وأنا جاي مشي من العلاوي. طبعا مو بس أنا، لا خلي أقول حتى لا أظلم المجموعة اللي وياي. احنا يمكن 4 طلاب أو 5 طلاب ننجمع بالعلاوي، نقعد في منطقة العلاوي. أكو مرة اسمها أم حمزة الله يذكرها بالخير، تقول لي يمه أنت منين أهلك؟ احنا تسألنا، أقولها والله خالة أنا من الحلة. أنت خالة منين أهلك؟ يقولها من الديوانية. أنت منين؟ أنت من النجف. احنا من النجف، كانوا 2 أصدقائي، واحد من الكوفة واحد من النجف. احنا 4 نقعد نسولف للصبح، اللي ينام واللي يظل قاعد. نقعد يم هاي المرة مشغلت لنا تشولة مالتها، نتدفع عليها وتقول الله الرزاق أكلوا. ايه لا شلون يا نور يا عزيزتي، ماكو شيء بالهين، ماكو شيء ينصنع بدون هالمجاهيد هذه. مو سهلة الحياة، لا مو سهلة. لا أبدا مو سهلة. لا. شو وقت يعني تغيرت الأحوال؟ تغيرت بال98. شنو اللي تغير؟ غيرها شخص. من الشخص اللي غير أحواله؟ أمين عباس، الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. الله ينطي الصحة والعافية. أمين عباس هو ابن ولايتي طبعا، من محافظة بابل. أخوانا جيراننا، موسى كان جيراننا، أبو علي الله يذكره بالخير، وموصى بي وعرفني إنه أنا من أهل الحلة. قال لي تعرف فلان؟ قلت له طبعا جيراني، يعني مقابل بيتنا. قال لي هذا وصاني بيك. قلت له بارك الله بيك. إضافة إلى هو مدرس في معهد الفنون الجميلة، فيسمعني دائما، يسمعني. طبعا أنا يوميا مسوي جلسة يومية، حاط العود وبنص الساحة وأغني. فأكثر من مرة اشتكوا علي، رادوا يفصلوني لأن ما خلي الطلاب يدرسون. تسوي لهم حفلة كل يوم. اي والله يوميا. فقال لي ليش أنت ما تغني بمكان حلو ومرتب ويجوا رواد أحلى من هذا المكان وكذا؟ قلت له والله أستاذ يا ريت، يعني تعرف أنا محتاج شغل، أريد أشتغل، أريد الناس تعرفني. قال لي راح أوديك على جمعية الفنانين، جمعية الفنانين تشكيليين، اللي هو بصف المعهد مباشرة. قلت له يا ريت. قال لي بس أنت لا تطلب عليهم. قلت له عمي والله ما أطلب، يعني بس مجرد أريد مكان أشتغل بيه. قال لي راح أوديك عليه. تواعدنا، رحنا للأستاذ نزار الهنداوي الله يرحمه. نزار الهنداوي من أعظم الناس في مخيلتي، يعني هو الأب والأخ والصديق والأستاذ، هو الشخص واللي دار باله علي. هاي مو أنا شوفي، مو أكو أشياء يمكن أنا اختصرتها، يعني دا أقولها بسرعة. كان المفروض يمكن كل شخص من هذول الأشخاص اللي يراد له حلقة حتى أكمل مجازاته إلي وما قدم إلي، يراد له حلقة، ولكن راح أختصر أقول لك شنو اللي صار. وداني على الجمعية عرفني بالأستاذ نزار الهنداوي. فنزار الهنداوي أول سؤال إلي قال لي شو تغني؟ قلت له أغني أنا من الهيئة مالته عرفت إنه هو يحب الشالغي البغدادي. من الهيئة مالته واللبس ماله المعدل البغدادي الحلو. هو رجل جدا جميل طويل،
شعره أبيض يجنن، هو حلو بكل معانيه كلامه. أول ما قال لي شو تغني قلت له غني شارغي بغدادي، قال لي أقعد. كأنه والله كأنه قريته. قلت له غني شارغي بغدادي، قال لي وبعد. قلت له أغني قال لي أنت منين؟ قلت له أنا من الحلة. قال حلاوي يعني تغني سعد الحلي؟ قلت له أغني سعد الحلي. قلت خاف يعني ما يقبل، قلت له أغني سعد الحلي. قال لي وبعد. قلت له وأغني سعد البياتي. قال لي وبعد. قلت له وأغني داخل حسن. قال لي وبعد. قلت له الشك وشي براسك أغني. الله. قال لي يعني تغني الموال؟ قلت له طبعا. قال لي غني لي. قلت له شو تحب؟ قال لي أي شيء. قلت له راح أغني لك طور الصبي. قال تعرف الأطوار؟ قلت له أنا طالب معهد فنون جميلة. قال لي غني لي. غنيت له صبي. شنو غنيت له تتذكر؟ غنيت له لا موال أتذكر. موال. اي والله موال غنيت له. فقال لي راح يجيك المتعهد مال النادي مالتنا تتفق وياه. اني الاستاذ امين قال لي لا تطلب عليهم. فهو الرجل اشاره من عنده انه حط الرقم اللي انت تريده، بس انا ما فهمت واني ما طمعت. للامانه اني ما طمعت، بحيث من جابوا لي العقد وقريته اني وقعت. ما أعرف ايش قد الأجور، الله شاهد علي، وقعت العقد. أنت كنت تحتاج فرصة، ولما جتك الفرصة ما ضيعتها. وما أعرف ايش قد الأجور، يشهد الله علي. هم درس مهم للناس. أي بالله. فغنيت أول خميس، كان حفلاتنا كل خميس نغني. فاجاني المحاسب انطاني بالظرف فلوس. أنا هاي دائما أقولها وراح أقولها اليوم، الفرقة اللي كانت وياي تأخذ الأجور كلها. نعم، كانت الأجور 450,000 عراقي تأخذها الفرقة من عندي، ويعرفون إنه هي هاي أجوري، وأنت ما يبقى لك ما أخذ ولا فلس، وظليت مكمل. طبعا. في يوم من الأيام قال لي أنا هاي الفرقة مالتك مدى تعجبني. قلت له ليش؟ قال أني مو هذا جوي. قلت له ليش أستاذ؟ حلو يعزفون. قال لي لا، أنت مو طالب معهد فنون جميلة؟ قلت له إيه. قال لي عندك عازف قانون؟ قلت له إيه. قال لي عندك عازف رق؟ قلت له إيه. قال لي أبو كمانجة؟ قلت له إيه. قلت له ذولا كلهم طلاب وياي، مو قلت تخاف أنت ما تريدهم؟ قال لي هسه أحكي حكاية والله العظيم. قلت له أستاذ اللي تأمره يجرى لك. قال لي إيش قد تعطي الذولة؟ الذولة احتمال هو واصل له خبر أو واصلت له فد معلومة عني، أو احتمال هيك يعني. حسيت إنه مشتم ريحة، هو مثل ما نقول حاس بالخبر إنه الأجور دا تروح للفرقة، الله أعلم. قلت له والله أستاذ تريد الصدق يعني هي الأجور نفسها أخذها وانطيها للفرقة. قال لي وانت؟ قلت له والله أنا ما أخش. قال لي هذول ما أريد أشوفهم بعد، تروح تجيب لي جماعتك أصدقائك الموسيقيين المهذبين الطلاب، تجيبهم يعزفون بهذا المكان الراقي، بعد ما أريد طربق. والله الكلمة ما تروح من بالي، هذا الطربق ما أريد أسمعه بعد، لأن كان الفرقة غربية تعتبر، لأن SBDS وأورجن ما كان عندنا آلات شرقية، أورجنات 2 وواحد أبو إيقاعات وواحد يمكن كان يعزف جيتار ويانا. ما كانت عندي هاي الخبرة القوية. لما جبت أصدقائي أخذوا كل واحد من عندي 25,000، 6 احنا 150، الباقي كله يجي إلي بجيبي. الله. وقال له المتعهد، قال له بعد ممنوع السلمة فلوس، تعطيني اياهن إلي أنا أجي أعطيها، أنا أعطيها للفرقة حتى يأمن إنه أنا ما أنطي الأجور إيش قد عظيم، إيش قد محترم، إيش قد لحظة فارقة بحياتك وأنت كنت تستحي يعني إنه هو إجا يعني أخذ هذا الدور اللي مثل بالضبط. دور الأب. بالضبط. أنا الله حرمني من أب وعوضني بأعظم أب اللي هو نزار الهنداوي.
الله يعني أنا صغير انحرمت من أبويا، يعني عمري تقريبا كنا 14 سنة أبويا توفى. إجاني نزار الهنداوي، هذا العملاق الكبير. من هذه الفترة صارت عندي أكبر فرقة في بغداد. يعني أنا الوحيد اللي أطلع للحفلات، عندي 14 عازف. ما شاء الله. بالله العظيم أعد لك إياهم. عدهم. عندي أبو رق، وعندي أبو طبلة، وعندي أبو دهلة، وعندي أبو درامز، وعندي جيتار، وعندي بيس جيتار، وعندي عود، وعندي كمانجات، وعندي قانون، وعندي 3 كورال. هاي بعدها بش قد؟ بعدها بسنة، لأن تطور الشغل. الجمعية جابت لي وداد الأورفلي. هذا الباب اللي باب مثل ما نقول احنا باب الرزق. أنا يم وداد الأورفلي شفت الرزق كله، شفت الخير كله، تعلمت كل شيء من عندها. وداد الأورفلي أنا أعتبرها باب الرحمة إلي صارت. إيش قد بقيت يا وداد؟ ويا وداد الأورفلي بقيت 99 2000 2001 2002 2003، حوالي 4 سنين إلى 5. وكنت تسوي وياهم حفلات؟ نعم متواصلة. قصة ثانية، مو قلت لك أرجوك كل شخص راح أذكره يراد لحلقة كاملة. شنو الموقف اللي ما تنساه مع وداد الأورفلي؟ ضربتني راجدي. ليش؟ شغلة غلطت يعني أنت؟ نعم. فتحس الناس من هذا الراجدي تعلمت هواية أشياء. توني بس راجدي من راجدي سطرني الونة بإذني يمكن لحد الآن. قالت لي دير بالك تعيدها. غلطت غلطة وما عدتها. ما عدتها ولحد الآن. شنو أول شيء اشتريته من أول مبلغ قاضيته من الغناء؟ 300,000. شو اشتريت فيهم تتذكر؟ جماعتهم. أنا ما كنت أصرف، كنت أحب أهلي هواية ولحد الآن. كنت أخذهم كنت أسدد الدين، لأن نزلنا في فندق، وتعرفين من أسبوع لأسبوع يراد لنا مصاريف. صح. الأشهر اللي فاتت ما كان عندنا فلوس، فنقول له لأبو الفندق الله يذكره بالخير، أبو رزاق وأبو أسعد. أبو أسعد هو صاحب الفندق، وأبو رزاق هو المسؤول أو المدير على الريسبشن. أبو رزاق متعاون ويانا، يعني يصعدنا الفندق. أبو رزاق ما يدخل، أبو أسعد ما يدخلنا، أبو أسعد ما يدخلنا الفندق لأن مطلوبين. من أبو أسعد موجود إحنا ما ننام بالفندق. أيوة. هاي شنو جميلة. أنا أشوف والله أحب هاي الذكريات، أحب أذكرها بكل جلساتي، أبدا ما أستحي منها. كان يطلبك أبو رزاق فلوس؟ لا، أبو رزاق رجل هو مدير، ما له علاقة. بس أبو أسعد بس المالك أبو أسعد ما كان يدخلنا. كنت تسدد دينك؟ بعدين لما صارت عندي فلوس. شنو أول شيء اشتريته لأهلك؟ لأهلي بيت اشتريت، كنا قاعدين أجار. جمعت فلوسك واشتريت لهم بيت؟ نعم. بالحلة؟ احنا ما كنا قاعدين أجار، احنا كانت عندنا شقة مال أبويا اللي هي تقريبا اللي عشنا كل حياتنا بيها. بعد ما كبرنا الشقة 92 متر، يعني صالة وغرفة، واحنا 9 نفرات. فلما كبروا الشباب بعد ما يقدرون يعيشون بهاي الشقة، أجروا بيت. فأول شيء صار عندي بيت اشتريته ملك باسمي بالحلة. هسه كم بيت تملك أنت اليوم؟ خير من الله. هنا ما راح يجاوبنا. هنا قال لك لا. خير من الله. قال لك لا ستوب. لا، خير من الله. وأما بنعمة ربك فحدث. أنت اليوم تستثمر بالعقارات، شنو الأشياء اللي تحب تستثمر بيها؟ أنا أحب العقارات. تركيزك على العقارات؟ ما أحب أشتري شيء ثاني. عندك بالعراق، عندك هنا؟ عندي بالعراق، عندي بالإمارات، عندي بعمان، عندي بسوريا، عندي بأمريكا. سوريا أول دولة سافرت لها من العراق؟ نعم. تتذكر اليوم اللي تركت به العراق؟
لا، أول بلد رحت للأردن. أنت من العراقيين اللي طلعوا الأردن. نعم. تتذكر ذاك اليوم أي والله. لما غادرت أي والله. العراق ورايح للغربة؟ نعم. شنو كان إحساسك؟ أنا قلت لك من جيت لبغداد شلون كنت لابس أحلى لبس. ومن طلعت أسوأ لبس. عفت كل شيء. ما أخذت شيء. كل شيء ما أخذت. والله كل شيء ما أخذت. والله العظيم كل شيء ما أخذت غير بس جوازي. كرهت الدنيا كلها. يعني شو وقت أنا عفت بغداد؟ شو وقت؟ بأوج عظمتي، بأيام عشقي، أيام مغازلتي لبغداد، أيام ما صار عندي بيت بيها وصار عندي أصدقاء وأعرفها منطقة، وبعد ما مشطتها كلها أندلها دربونة، لأن هالقد ما مشيت بيها وهالقد ما نمت بيها. بغداد أندلها شبر. يمكن البغدادي ما يندلها بقدي. وعلى غافلة قالوا لنا طلعوا. أنا ما مجبور أطلع، بس طلعت. بأي سنة طلعت من بغداد؟ 2003 مباشرة. طلعت عمان مباشرة، بس انفتح الطريق طلعت. كان الطريق مسدود كله همرات، بحيث احنا من فتنة لقينا يعني الدخان مال السيارات بعده. الحرب استوها انتهت، قالوا انفتح الطريق. فمن عفت بغداد قالوا لي اطلع بكل شيء، يعني لا تاخذ كل شيء. اخذت الجواز، اخذت ما اخذ شيء والله، حتى غراضي عفتهم. رحت للغربة وغنيت هواي عن الغربة. شلون كانت تجربة الغربة؟ أنت عشت بسوريا، عشت بالأردن، عشت بأمريكا، وأي بلد كان الأصعب؟ والله بصراحة خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة اليوم. أنا ما حسيت غربة بالأردن. ما حسيت نهائيا. الأردن بلد جميل يجنن. الأردن حسيته شلون واحد بدأ يحب بنية ثانية، أو يعني العشيقة الأولى راحت وبدأ يحب بنية ثانية. الأردن حسيته عشيقة ثانية، ثانية. بلد جميل نظيف، أهله طيبين. مو لأن رجلك أردني لا بالله، أنا أوافقك الرأي. بس هذا شعوري وشعور كل عراقي يمكن عايش بالأردن. الأردن أنا أحبهم والله للأمانة، وحدضنا والعراقيين هم مضيافين، روح البداوة موجودة، الجيران الطيبة، تحسين يعني تحسي أخو، والله تحسي أخو. ويا أكو أشخاص من جيت للأردن ساعدوني هواية، شلون يودوني للإقامة وشلون ينزلوني بأحسن مكان. يقولوا لي مثلا لا تروح مثلا تقعد مثلا بفلان منطقة، لا تعال بهاي المنطقة، تعال مثلا اشتغل بهاي كذا، هذا الاستوديو يفيدك أكثر من هذا. فكانوا أكو هواية أشخاص مشوا وياي بذاك الطريق. تأقلمت بسرعة بالأردن؟ نعم. ليش؟ لأن كل الناس اللي أحبهم ويحبوني أجوا وياي الأردن، فما حسيت بالغربة. طلعت جالية كبيرة من العراق راحت كل الأردن. الأشخاص اللي كنت أدخل ببيتهم لقيتهم بالأردن، لذلك ما حسيت بذاك يعني الشيء الغالي وجدته. اليوم لما ترجع للعراق بعد غربة، شنو أول شيء تسوي؟ أرجع للعراق؟ لما ترجع زيارة للعراق لا تراني رجعت من زمان، رجعت مستقر يعني، عندك بيت هناك؟ عندي بيت هناك. زين أول مرة رجعت بها بعد غربة طويلة؟ لو تسألين اليوم بغداد؟ لا، اليوم بغداد غير شكل. اليوم بغداد ترفع الراس والله. اليوم بغداد تحسين هذا العملاق قعد من جديد، ويا ويلي ذا قعد. والله واني أقولها وكل فخر، يا ويل العراق إذا نهض. وهو دا ينهض والله. إذا نهض يأكل الدنيا أكل، يأكل الدنيا بالتطور، يأكل الدنيا بالإعمار، يأكل الدنيا بالخيرات. والدليل هاي تشوفين أنت الآن أحلى بناء صار عندنا، أحلى شوارع صارت عندنا، أمان إن شاء الله
يزيد، والخير جاي بالطريق. والله أنا أقولهم لكل الناس، يقولوا لي نور تنزلين بغداد هواي أنت صايرة، أقول لهم أنتوا روحوا بغداد وشوفوا فعلا. وراح تحسون باللي أنا أحس فعلا. بيه. وآخر سفرة نزلتها أخذت وياي من التيم مالتي، أخذت وياي بالعادة يترددون يلا ينزلون يعني لا نلقي أحد هناك يساعدش يتلقاك. فهالمرة لا، راحوا وياي، سويت لهم فيز ونزلتهم بغداد. مصدومين، هاي شنو الكرم والأكل الكرم، الطيب، الجمال، الأماكن، المطاعم ما شاء الله، المتنبي، يعني الرشيد. ماخذين فكرة غير. صحيح. قلت لهم هاي العراق، شوفوا هو هذا الإعلام، شوفوا الجمال، شوفوا الإعلام. الناس شوف الطيبة. أنت عفوا قاطع كلامك، لو لاحظتي إحنا لما نكون بأمريكا ما نسمع الأخبار عن أمريكا، بس من نطلع نسمع الأخبار عن الأمريكا. صحيح. شوف التأثير. مرات أصدقائي يقولوا لي شلون أنت عايش بأمريكا؟ أقول له حبيبي لك أنا عايش بأمريكا، أحلى عيشة عايش. هذا جيراني، هذا كذا هذا كذا، وأطلع يوميا وأسهر. إنه هاي الأخبار اللي دا نسمعها، أقول له والله ماكو أخبار. الأخبار داخل أمريكا ماكو، نفس الشيء بس العراق. خارج أمريكا أكو. فأنت اليوم لما تعيشين ببغداد نفس الشيء، الإعلام يلعب دور. الإعلام هو اللي سقط بغداد، والله بغداد ما سقطت، الإعلام سقطها. والله أنا من هنا من ستارز بودكاست أحب أقول لكل شخص بكل العالم، لا تخلي الإعلام يخدعك عن العراق وعن جمال العراق. صحيح. يعني بلاد الرافدين كل شي بيها، الطبيعة، الجمال، الكرم، نعم. الناس، الفن. إحنا أحلى فن عندنا، أي والله. أحلى أصوات عندنا. أي والله. اللهجة، إحنا أي لهجتنا أي. محبوبة. أنا من أريد مثلا هيجي مثلا أريد أخذ قلب شخص، مثلا أريد أتغزل على كريم، أقلب عراقي بيور حبيبي. الله يساعدك يا كريم، الله يساعدك يا أبو حاتم. أي والله. يا ربي. الله يساعد قلبك. أغنية مغرورة. مغرورة علي شنتي، خشمش صاير إيش علوة، هم لو حلوة ما يخالف، هم زين انت مو حلوة. شنو قصة مغرورة؟ شوفي معظم الأشياء اللي غنيتها مو إلي. اي والله يعني لا. ترى نفس الشاعر اللي كتب لي متكبرة. ايش مشكلته هذا الشاعر؟ مشكلة كانت عنده مشكلة ويا حبيبته، ويغني لها هي ويحكي لي القصة وأنا أحبها. أقول له شلون راح أغنيها أكسر خشمك؟ يقول لي هاي بعد اجت ببالي هاي الكلمة لازم نطبقها، لازم شلون؟ يقول لي لازم نستثمرها بهذا النص. أقول له ولك خطر. يقول لي يا معود تغنيت أنا على بول البتشاك، ما تغني هاي. بس أغنية يعني إحنا نسمعها، هي يعني تأذينا إحنا البنات، بس إحنا نشغلها بالسيارة. مغرورة عليش أنتي. ايش بس صاير شغل. تتذكر كأس آسيا؟ نعم. هاي اللحظة ما تنسي. أغانيك مرتبطة هواي بالمنتخب والرياضة، وإحنا العراقيين يعني عندنا عشق لكرة القدم. أريدك تاخذني كواليس هاي الأغاني. وقلت لك البدايات بال2004 بعد انتقالي بين الأردن وسوريا، ما عندنا غير بس الأخبار، فإحنا بالسراء والضراء نكتب. أنا يعني أتكلم عن شخصي، أنا كرست نفسي لفرح العراق. يعني خليت نفسي بهاي الزوية وقلت يا رجل أنت اليوم مسؤول الأول عن فرحة العراقيين. والله وبالفعل هيك تكلمت ويا روحي، يا أما تجتهد بهذا الطريق أو تعوفه. لذلك لما اشتغلت لا تزرع قنبلة بالشارع، هذه مثل بالنسبة إلي مثل ما تحطين القطار على السكة. بالنسبة إلي أغنية لا تزرع قنبلة بالشارع المحطة الأولى لإكمال هذه المهمة. من بعد لا تزرع قنبلة بالشارع شنو قدمت كافر هاب، ومن بعدها قدمت لا تزرع قنبلة بالشارع الأولى وكافر هاب الثانية. عندي وطن ظليت بس أشتاق له. ومن بعدها سمعت بغداد، ومن بعدها تمسكت بهذا اللاين، أخذته بجد إنه مو تجاري، لا الناس حبتك
والناس عرفتك، وبدأ الاسم مالك يتمركز في نقطة معينة، ليس مغني، لا يعني صارت إلي ألقاب في ذاك الوقت. لقب ابن العراق، يعني شيء، ابن الوطن، يعني مسؤولية، يعني مو يا هينة. ولد الزم زمام الأمور وهاي فرصتك، إذا ضيعتها راح يجي واحد غيرك راح ياخذ هذا اللاين وانت تروح. والله كنت هيك أتكلم ويا روحي، فأخلي الأخبار قدامي وآخذ مطلع الأغنية آخذها من لسان حال الناس. يعني مثلا عندي مثلا أغنية عراقي هلا يا صاحب النخوة، عراقي هلا يا صاحب النخوة. منين أخذتها؟ أخذتها من شخص كان عنده لقاء على محطة أو ما أعرف يا محطة، يقول له عراقي هلا أبو الغيرة أبو النخوة، يصيح بالميكروفون. تعال ضياء شوف هذا ايش يسوي الرجال. قال لي عراقي هلا يا صاحب النخوة. أحلى أغنية. قلت له كمل لي بعد، وكملت الأغنية. بس قبل هذه الأغاني كانت أكو مواضيع اللي هي لا يظل بالش عليها، مال الأم، عندي ما أدري ايش بيها يا ربي. فأنا كنت آخذ المواضيع من حلوق الناس، كنا كلنا مفارقين بهذيك الفترة. بالضبط. فأنا كنت آخذ وين الأشياء اللي محتاجها الناس، وتحس بيهم، بالضبط. يعني تحس بمعاناتهم وتكتبها كأن يعني أنت عايشها ويانا، فلذلك توصل. لذلك قلت لك أي قصة حقيقية الناس تصدقها وتحبها وتتعاطف وياها. فكل قصصي اللي كنت أرويها عن طريق الأغنية تصدق، والدليل هي عايشة وأنا عايش عليها من اليوم. أي والله. إحنا ما ننسى أغانيك وكلماتها، يعني أنت شفت يعني أنا قدامك حرف حافظة. أي والله حافظته ما شاء الله. وأنا ما أحفظ، أنا أسوأ وحدة بالحفظ، بس يعني شفت أنت بالحفلة أنا أقول لك حسام شغل يعني. صحيح. كل أغانيك حلوة. شنو الأغنية الأقرب إلى قلبك؟ خلي أكمل مال المنتخب. كمل. فإحنا ماكو شيء يفرح العراقيين غير المنتخب، فلازم أكون أني اللاعب رقم 12. وبالفعل لازم أصير لاعب رقم 12. شلون؟ ما أعرف، لازم أحط مكان إلي، يا أما أطلع من هذا اللاين أو أستقر في مكان الناس تقول والله هذا بدع، هذا ما قصر. فغنيت هلا يا صاحب النغوة، غنيت جيب الكاس جيبه، هز القاع، غنيت بعد اليوم يومك يا عراقي. فذني أعتبرهن أني ركائزي بعد عمر طويل. يعني لما أجي أتكلم أقول لهم بويا والله أني قدمت للعراق وقدمت للجمهور العراقي هذه أغانية. كيف توصف الجمهور العراقي؟ الجمهور العراقي أروع جمهور. ايش تحكين أنت؟ العراقي رهيب. العراقيين بالمغنى، بالموسيقى، بالثقافة، بالشعر، شنو، بالكرم، بالمواقف. جمهور قوي. ما تلقين مثل العراقيين. ليش؟ أنا شلون يعني أخذ هذا الكلام أقوله؟ لأن من أتواجه مع الجمهور بالمطار أو بالشارع أو بالمول وهو يتكلم بجمل من هاي اللي مي بارد وينزل على القلب. والله العظيم. فتحسي أعز شيء عندي. زين، إذا قلت لك أوصف الجمهور العراقي إلي، شلون توصفهم؟ الجمهور العراقي أعتبره مثل العائلة المحافظة اللي ما تقبل الخطأ، ويا ويلك من الخطأ.
يا ويلك يشفون على اذنك البصل. صحيح والله. فلازم احنا نكون حذرين بكل خطواتنا، لأنه هم هماتين يشوفون يعني أي شخص عراقي يشوفونه يمثل العراق. بالضبط. فلما تخطأ هم لذلك أول ناس يقصون عليك، بس بينهم وبينك. بالضبط. يعني أنا اللي ألاحظه بالجمهور العراقي إنه إذا مثلا شخص مو عراقي يتكلم عني ما يقبلون. بالضبط. مدى أقول لك هم أنا وصفي لهم هم العائلة تتكون من أب وأم وأولاد. تتذكرين هاي طلعت ترند مال من تتكون الأسرة؟ بس أنا تذكرت هذا فعلا تتكون الجمهور يتكون من أب وأم وأولاد. شنو اللي يميز العراقيين؟ احنا مميزين. أي. ما سألتك احنا مميزين لا احنا مميزين عمي. العراقيين وقطع يعني غير. شنو اللي يميز العراقيين مع انه شعب عانى هواي؟ هو المشكلة تعب هواي. ايش ما نتكلم يمكن منو في هذا السؤال، بس يقول لك إذا ما تجرب لا تجاوب. فأني يمكن شهادتي مجروحة لأن أعتبر أني نفسي عراقي، وإذا تكلمت يمكن من مدح نفسه ذمها، فأني أتكلم عن نفسي كعراقي راح أذمها الروحي. فهذا السؤال خليه للجمهور، خليه اللي يزور العراق هو يتكلم عن هذا الموضوع. خليه يشوف بعينه. أنت عاشر العراقيين، يشوف الشوارع شلون تنصب شوادرها وشلون تنصب موائدها وشلون ترى على طول السنة. ها مو لأجل أشهر معينة، على طول السنة تروحين تلقين هاي البوفيه المفتوح والأشياء المجانا. هذا شيء مو اعتباطي ولا شيء انورد علينا يعني حديثا، لا، من أب وجد. هذا الأشياء اللي يمكن كان الإعلام خافيها، وإحنا كنا نتكلم عن الإعلام. أكو أشياء الإعلام يخفيها، ما يظهر الجانب السلبي أو الجانب اللي هو موجود بكل المجتمعات يظهر هذا الإعلام. ما يظهر مثلا الثقافة الموسيقية والثقافة الأدبية والشعرية. يعني ما يروح مثلا لشارع الرشيد، أو ما يروح الشارع السعدون، أو ما يفتر مثلا بحارات الشواكة ويشوف الناس الطيبة. لا، يروح على غير مناطق وسخة ينقل هذا الشيء السلبي اللي هو ما يمثل العراق. نعم. مثل ما قال أنا كلش عجبني جوابك. اللي يريد يعرف العراقيين ليش غير يسافر، والتذكرة على حسابي والإقامة على حسابي. يجرب يعاشر عراقيين ويعرف ليش. كل أغانيك حلوة، أنا ماكو أغنية ما أحبها إلك. بس أنا أريد أعرف اليوم شنو الأغنية القريبة لقلبك. هو شوفي مرات أنا أقول أغنية تعالي. نعم. أو أغنية وينها، أو أغنية تحضني كل قوتك حبيبي، ويا حبيبي يلا تعال. وأحب أغنية قديمة غنيتها اسمها أتذكرك بالخير لو جابوا اسمك. لاحظت كل الأغاني اللي تحبهم عن شخص أنت تتذكره أو تناديه؟ ترى معظم الأغاني أنا كاتبها أو كاتب مطلعها أو منطي فكرتها، فمو كل الأغاني تنسب إلي إنه هو لا، مرات الشاعر هو إحساسه، إحنا ناخذ إحساس الشاعر. يعني علي الديواني مثلا كتب لي متكبرة، وكتب لي مغرورة، وكتب لي مثلا استغفر الله هذين الأغاني اللي برزن بوقتها. وضياء الميالي كتب لي أعظم الأشعار. قصي عيسى كتب لي. فكل واحد أخذنا من عنده هذا الإحساس. كريم العراقي الله يذكره الثاني أغنية. كل شاعر، حازم جابر، يعني حتى ما أذكر أسماء هواية وأنسى أسماء، فكلهم تحياتي لهم، كلهم تحياتنا لهم، كلهم مبدعين، كلهم كتبوا لي أعز ما عندهم أنطونيا. يعني إذا أقول لك اختار أغنية واحدة، هي هاي أعز أغنية لحسام الرسام.
من أرشيفك؟ ولا مرة. ولا مرة؟ ولا مرة ذكرتيني. إيش معنى هاي الأغنية؟ لأن لحنتها والتلحين كان بتركيز، تركيز عالي، لأن الكلام كنت كلش حابة. فأحسها لما جينا يعني نوزعها ونسويها بالاستوديو، كل ما نضيف عليها شيء كل ما أحب الأغنية أكثر، كل ما يطلع رونق أكثر، كل ما لحنها يعني شلون العضلات تطلع للأغنية عضلات، أحس بها كبرة الأغنية بعيني. فكل ما أقولهم لأصدقائي أقولهم الأغنية المظلومة واللي أحبها هي ولا مرة ذكرتيني. ده اليوم لازم احنا هاي الأغنية لازم تطلع اليوم، لازم تتغنى، لازم تتغنى، ترجع أيوة وتطلع للحياة، تطلع ترند وتطلع ترند لازم. لا 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 ولا مرة ذكرتيني وعلي ما يوم مريتي، اي معقولة نسيتيني وغير بسرعة حبيتي، بغيابك متتالي عشت عمري بحزاني، بغيابك متتالي عشت عمري بحزاني، إذا عندك محب ثاني ريتك لا تهنيتي، إذا عندك محب ثاني ريتك لا تهنيتي، نسيت النوم بغيابك أبد ما غبتي عن بالي، بعيونك تشوفيني يكسر خاطرك حالي، عذاب الشفته خلاني أموت من القهراني، عذاب الشفته خلاني أموت من القهراني، أحن واشتاق للعشرة وتاني وانتي ما جيتي، أحن واشتاق للعشرة أتاني وانتي ما جيتي. الله 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 الله. وشكرا على التليفون. الله. زين، أغنية حسام الرسام المفضلة يعني، خلاص هسه هم يتكفلون بالموضوع. يفاجئوك باي ذا واي، هم يعني الجمهور يفاجئك مرات على غفلة. يعني على غفلة تلقي شغلة منسية تطلع. يعني عفوا اليوم البارحة سمعت أغنية إذا عديت نجم الليل. إذا عديت نجم الليل وقطرات المطر كلها، وإذا تحسب ورق الأشجار ولا أي ورقة تهملها، وإذا تجيب السما بيديك وعلى إيدي تنزلها، وإذا من الشمس حكت خيوط وعلى إيدي لا إلي ثوب تغزلها، ما صدق تحبني موت ولا هالسالفة عقلها، نفسي الحكي اللي تحكي القبلك هم حكالي، سوال البحر دمعات وقلبي للسما وداه، وصلب روحه صلب على الباب الإجا والراح يترجى، ومن هذا الهذاك شلون أظل مذلول تقبلها، إذا عديت نجم الليل وقطرات المطر كلها. الله، فهذه دا شوف صدق دا شو دا تفور. ما صدق تحبني مو ما صدق، لازم نصفق هنا، شفت الصوت يعني، لا 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 لا. شو اسمه، صغيراني وغلط عمري، هاي هم ترند. بس هذه مشت امورها، بس اكو بعض الاغاني هسه هذه دا احس بيها انه الناس يعني بنات يعني دا يتداولنها اكثر، ايه هواي، خاصه اللي عندهم مثلا
مثلا صدمات بالعمر أو بالحياة أو عندها فد تجربة فشلت. بعد ما تصدق هي مال تجارب فاشلة هاي الأغنية. يا ربي. اي والله. والله صوتك يعني يعني ما شاء الله. يعني شو اقول؟ لا. انا عادي اقعد هسه اسمعك 24 ساعه. يا الله. زين، شنو اغنيه كتبتها وكنت متاثر بيها؟ يعني يومين ما شايفك راح تخبل. وانت تاثرت اي يعني؟ نعم. وصار شقد. صار ايش قد. هي كتبت أغنية يومين ما شايفك. ما أعرف شلون أكو مرات الجمل تطلع عندي أثناء الحفلات. يعني عفوا واني أغني أكو بين مثلا بالموسيقى لازم نسوي موال. يعني مثلا هسه أبسط لك إياها هواية. مثلا دا أغني لو رايد تنسان انساني حب لك واحد ثاني أنا ارتاح وانت ارتاح ليش نظل نعاني. تبدأ الموسيقى تيرارا 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 تيرارا. صار فراغ. فش اسوي؟ اويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هنا مرات انسى الكلام فيجي كلام ببالي، اي شيء يجي ببالي اقول مثلا يومين ما شايفك راح اتخبل. فاجتني هاي الجمله وظليت اعيد بها حتى احفظها ما انساها. ورا الحفله لازم اكتبها. فيومين ما شايفك ما شايفك راح اتخبل راح اتخبل لو ادري ما عايفك ما عايفك هجرك طول هجرك طول مو مليت وداعت عينك يا قلبي يا قلب انت الله اللي يعينك. ارجع لي محتاج لك ما اتحمل ارجع لي محتاج لك ما اتحمل. الله 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 الله. يعني فالأغاني تنشأ بهذه الظروف وتجي وياك سبحان الكلمات الله. وتتحول أغنية. اي بس مجرد احفظها او مرات اندار على واحد من اصدقائي اقول له اكتب لي هاي على السريع لا تضيع مني انا انساها. اكتب لي يقول شنو؟ اقول له اكتب لي هاي الجمله. فيكتب لي هاي الجمله وبعد ما اخلص مرات القاها سخيفه او مرات القاها لا والله بيها فائده. زين، السؤال الأقوى، اي منو اللي ما كنت شايفه يومين وراح تتخبل؟ لا والله ما كان احد. ما تراني دغري ها دغري. اي والله زين، شلون تأثرت وغنيتها يا زلمه متأثر؟ دغري ها متأثر وغنيتها ويومين راح تخبل. الجمله حلوه. هاي موقف شخصي. لا والله لا تراني والله صريح اقوله وما اخاف منه. مرات هي ولاده موقف تصير او هي ارتجال تصير. الاغنيه ارتجال من عندي. يعني مثل مال صار شقد صار شقد لك ما حاضني صار شقد لك ما بايسني صار شقد مشتاق لحضنك والعطرك ومشتاق العبان بشعرك مشتاق لحضنك والعطرك ومشتاق العبان بشعرك صار شقد لا بايسني ولا حاضني ولا شايفني. الله، هاي من أكثر الأغاني اللي أنا أعشقها. تعرفين انت صوتك حلو والله يقولون يعني بالله عندك يعني اكو توني اللزم. I think إحنا العراقيين كلنا عندنا حنية. لا والله مو الكل. وإحنا مميزين. صوتنا نعم يمكن بالكلام بالشعر نبدع بيه بس مو كلنا عندنا أصوات. شهادة أعتز بها هاي. والله أعتز بها شهادة. نحاول نستثمرك في الغناء. إذا أتعلم على إيدك الله هاني ربحانة. والله تدللين. مدرسة أنت مدرسة يعني بالفن. شنو
أغرب إشاعة سمعتها عن نفسك؟ انه حسام صار مسيحي. هاي إشاعة طلعت عنك حقيقية؟ إيه. إيش وقت هاي انه طلعت؟ ترك الاسلام وصار مسيحي هاي صراحة غريبة. اول ما دخلت امريكا. اول سنة. تعرف يمكن بوقتها كنا لما نسافر أمريكا كان ما أعرف أنت لو رحت لجوء لو رحت فيزا. لا أنا رحت فيزا عمل. فيزا عمل. أيوة أنت بوقت. أكو بوقتها كانت إشاعات تطلع إنه مثلا بعض اللاجئين لما يروحون يسوون قصص ويغيرون دينهم، فيمكن لذلك طلعت عليك هاي الإشاعة. لا تعرفين ليش؟ والله يمكن هذه نعمة من الله. محبة الجمهور يعني المسيحيين إخواننا المسيحيين إلي. تعرفين يمكن مثل ما تفضلتي أنا ابن العراق. صحيح. فابن العراق يوم تشوفيني كردي ويوم تشوفيني صابئي ويوم تشوفيني مسيحي ويوم تشوفيني شبكي يوم تشوفيني يزيدي يوم تشوفيني سني يوم شو تسميني سميني، المهم أنا عراقي. فالأشياء اللي طلعت في ذاك الوقت يمكن هم المسيحيين نفسهم روجوا لها فرحا. عرفتي قصدي؟ روجوا لها فرحا، خصوصا ان انت طلعت رحت ميشيغان. نعم. والجالية اغلبها كلها مسيحيين. يعني مسيحيين. فرب ضارة نافعة، هي مو ضارة. نعم. هي نافعة إلي كانت. ليش؟ لأن تعرفين أنا كل شهر كانت عندي حفلة في أمريكا. صحيح. أنا كل شهر sold out. صحيح. حفلاتي sold out بس مسيحيين. تعرف أنا حاضرت لك حفلة بميشيغان والله. وأنا تتعشى بميشيغان. أي؟ وفعلا حفلات حسام فل. يعني أنت إذا عندك واسطة، أنا التكت جبتها بواسطة إنه وصلنا للمنظم. الحمد لله. وأخذنا تكتات لأنه ما نلحق. الحمد لله. يعني إحنا ينطرح الحفل نريد نلحق نحجز ما نلحق. نعمة من الله. فيرادنا واسطة يلا نعم نجي نعم. حفلاتك. وحضرت لك حفلة. وسبحان الله بذاك اليوم وأنا يعني كنت بداياتي وأذكر وأني أحضرك والله العظيم أفكر أقول بيوم من الأيام إذا تزوجت ممكن أجيب حساميات. يعني خطرت لي الفكرة بس أشوفها يعني I don't know بعيدة يعني أنا بعدني كنت في البدايات. ويعني حسام الرسام يعني نعم. وتحول الحلم لحقيقة. إن شاء الله دائما أحلامك تتحقق. والله والله. فبالفعل أنت سويتي جذب. بالضبط. والله سويتي جذب. بالضبط والله. أذكر زحمة حواليك فريد أوصل للحواليك ما أقدر فمن بعيد أنا بقعد وأغني وأفرح فبالفعل حفلاتك يعني حتى هنا حفلاتك بكل مكان أنت حفلاتك يعني فل. الحمد لله. والله الحمد لله. شوفي بس خلي أكمل لك هذا الموضوع. لما طلعت هذه الإشاعة أبدا ما تضايقت منها، وأني أبدا أتعامل مع الإشاعات. أنا عندي دائما مثال بسيط جدا. شايفة هذول الأطفال اللي يدقون الباب مال الجيران وينهزمون؟ الإشاعة عندي هيش. والله أي واحد يطلع عليه إشاعة أعتبره شلون ذول الأطفال اللي ما يعني بعدهم صغار ويجون يدقون الباب وينهزمون، لو يدقون الجرس وينهزمون، بس تفتحين الباب يخربون ضحك عليك. صحيح. بس مجرد تفتحين الباب هم بمنتهى السعادة، هم بهاي النشوة مالتهم لأن احنا دقينا الباب وهو فتح الباب. لا تفتحين الباب. بس أنت ما تسمع الإشاعات. ما أفتح الباب أصلا ولا يم الجرس أصلا. الله. حاط بإذني هاي السماعات الهيدفون الجديدة هاي اللي تسوي كانسليشن بالضبط. هذا اللي يسوي عافية. من بعدها ما طلعت أنا ما أقعد أبرر. المواقف هي اللي تبرر. فإلي كل الشرف، إلي كل الاحترام، إلي كل التقدير إذا طلعت هذه الإشاعة علي، وإذا الناس حبتها فهذا فخر إلي أنا أكون مسيحي أو أنا أكون صابئي أو أنا أكون كردي أو أنا أكون قلت لك كل أطياف العراق أنا متشرف بها. والله يا حسام. فحبيت المثل؟ إيه حبيت المثل. وطبقيه.
الله راح هذول أطبطب. جهال يدقون الباب وينهزمون. عمرك لا تفتح لو الباب. نفس هذول الجهال اللي كل ما يمر القطار من اليوم هم يضربوه بالحجار. هو قطار انت تضربه بحجاره تريد توقفه. فاني اعتبر نفسي مثل القطار. منطلق. قطار ويشمرون عليه احجار، شي يهمه. ما يهمه شيء. شفتي مرات اكو تطلع فيديوهات او كذا انه اكو اطفال من هذا الجانب او من هذا الجانب والقطار جاي بكل سرعته ويشمروا بحجار، عبالهم يوقفوه. يهمه. لا. فاحنا نفس الشيء. شنو أغرب موقف صار لك مع فان معجب؟ موقف أنا اليوم أطلع منك قصص. اليوم الجمهور يباوع يقول الله إحنا شفنا حسام الرسام بضوء أول مرة يجي، لأنه أنت قريب منه وقريب من القلوب، قريب من القلب يعني مثل ما نقول. وأنا والله بصراحة ما أحب أخفي شيء، يعني معظم المواقف أو معظم الحوارات أو معظم القصص أنا سبق وأن قلتها. بس قلت لك أنا في بداية حواري وياك أنا مقل جدا بالبوح، مقل جدا بالانترفيو، ما عندي لقاءات هواية، حتى يعني حياتي الشخصية مغلقة جدا. صحيح. يعني أصدقائي على صادق. شنو أغرب موقف صار لك مع فان معجبة؟ أريد قصص أنا اليوم قصصك كلها لازم تقول لنا إياها. وأكو موقف ذكرته سبق وإن ذكرته. كلنا موقف ما ذكرته. هو الموقف محزن بصراحة. أي والله. فأحب أذكره من جديد وأحب أقدم اعتذاري من جديد. وهذا الشيء خلاني ما أتكلم بالميكروفون. أنا رجال مغني، أغني وأنزل، كلمة زايدة ما أحكي، يعني فقط السلام وغير السلام ممنوع. الموقف هو كالآتي: كانت عندي حفلة، وبالحفلة كانت أكو بنية دايرة وجهها هيك وتغني. فأنا ما أعرف شنو اللي صار وياي، هل هو استعجال مني، هل هو ما أعرف شنو اللي صار وياي. فقلت لها عيني هنا وجهك علي. فمرتين ثلاثة ظليت أعيد بالكلام، أعيد بالكلام. فالبنية تسوي هيك، فالناس قامت تضحك. فماكو، مجرد يعني درت وجهي ورجعت لقيت المكان فارغ. فظليت مستمر. فسألت الناس قالوا لي هاي البنية ضريرة، أنت ضحكت العالم عليها. قلت له والله بدون قصد. فأنا يعني بس مجرد ردت يعني أقولها، أريد يعني أشد انتباهها إلي وأغني لها. كل قصدي إنه أريد أضحكها. ليش هي دايرة وجهها وهاملتني؟ قال لي أخي ضريرة ما تشوف، وهاي جاية من آخر منطقة، من منطقة بعيدة. هم كانوا حاجزين يعني منطقة الVIP يعتبر، فمكان مو رخيص، وأهلها بالضايقة. وأني يعني ما أعرف شو أسوي، لا أعرف هي منين، ولا أعرف اسمها، ولا أعرف أبوها، ولا المتعهد يعرفوا منين، ولا الكاميرا مصورتهم حتى مثلا أسأل عليها. يعني يا عزيزتي، يا أختي، يا نور عيوني، يا نبض قلبي، يا روحي، أنتي أرجو المعذرة منك، وبوسة على راسك، ومسحيها بوجهي إذا أنت زعلانة مني. أنا أتصور قلت هذا الموقف قبل 2 سنين، وأتصور وصل لك هذا الكلام. فمن خلال هذا المكان أقدم لك فائق اعتذاري، وهذا الشيء صار وبعد ما يصير. إن شاء الله توصلها رسالتك إن شاء الله. لما تكون زعلان وين تروح؟ شو تسوي؟ لما أكون زعلان أراضي نفسي، أروح أشتري شغلة أحبها، أروح أشتري هدية لنفسي، وما أفكر شنو أسباب الزعل.
اروح اشتري شيء احس انه هو هذا اللي يليق بي واكون سعيد به. يطول زعلك لو لا. زعلك قصير؟ لا قصير. يعني مو من شوفي، يعني الحمد لله والشكر عندي قناعة، ولكن وقت الزعل من أي موقف أعرف شلون أعالجه، أعرف وين أروح أشتري شيء، لازم أشتري شيء أفرح نفسي به. إذا ما جاب لي إياه اللي يزعلني أنا راح أشتريه. منو الأقوى، عقلك لو قلبك؟ قبل الزواج لو بعد الزواج؟ بعد الزواج. يعني بعد ما تزوجت عقلي. نعم. قبل كان قلبك؟ كان قلبي. شنو اللي تغير؟ شلون؟ العاطفة تغيرت، الاتجاهات كلها تغيرت. لما تتزوجين، انت تزوجتي والحمد لله والشكر، لما يصير عندك أولاد الشجاع يصير جبان. أوف. الشجاع يصير جبان. أقصد بذلك أنه هذا التهور يروح. هاي الشجاعة اللي احنا نعتبرها شجاعة هي تهور. الأقوى عقلك هسه. اي نعم. قبل الزواج قلبك. شلون؟ ما هو قبل الزواج شيء وورا الزواج شيء. شنو اللي يختلف؟ قبل كنا نشتغل بعاطفة، بحب، باندفاع، بتسلية. القلب مرات خداع، يخدع، يعني يعطينا ينقل لنا الصورة غير مشوشة، ينطينا الصورة غير كاملة، بيها جوانب يخفيها. هذا القلب. العقل لا، العقل ينطيك صورة كاملة نظيفة ويحط لك كلمة نعم لا. ليش الإنسان يتغير بعد الزواج والأولاد؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني صرت تفكر بالأطفال أكثر مما بالضبط. تفكر بنفسك. بالضبط. فالعقل يحكم. الأولاد هي المسؤولية الكبيرة. فالحب والمخافة والحرص كله يتكون بالأب. من جديد ينخلق إنسان ثاني، فتشوفي تقل دائرة الأصدقاء، تقل العلاقات السطحية، الأمور السطحية، الأفكار السطحية كلها تقل حينما يكون الزواج ناجح. كل هذه الأمور مثل الشوائب تروح. فبعد الزواج الرجل، حتى المرأة، بس أنا أتكلم عن نفسي، تغيرت تغيير جذري. أخاف على نفسي، أخاف على سمعتي، أخاف على شخصيتي، أخاف على اسمي، أخاف على كل شيء يمسني، حفاظا على أولادي وزوجتي وبيتي. متى يعرف الرجل أنه حب بصدق؟ متى؟ متى تعرفين الرجل حب بصدق، أو هو يعرف أنه أنا هذا دا أحب بصدق؟ عندما تبكي الرجال. عندما تبكي الرجال. من تشوفين الرجل يبكي بكل المواقف، إذا كان مشهد تلفزيوني أو إذا كان مشهد عام. لما تشوفين الرجل يبكي على كلمة رومانسية أو تشوفي على كلمة بيها مشاعر حب، لما تشوفين الدمعة تنزل من الرجل نقولي هذا الرجل حب صادق. غير هذا أنا بالنسبة إلي أعبر بدموعي. مرات فرحي أعبر بدموعي من أشوف مشهد يعجبني أسويه ويا شهد أبكي. أكو شيء مثلا مشهد تلفزيوني أو لقطة رومانسية أو شيء يطلع يعجبني أسويه ويا شهد. يعجبني مثلا اللي سواه الحضنة والضمة مثل ما نقول ولمسة الإيد والهدية اللي تصير قدامي أتمنى أنا أسويها قبل هذا اللي صار. كلمنا عن شهد. شهد الحب الكبير. شنو تعني لك شهد؟
شاهد تعني حياتي. شنو؟ ليش قلت لك كل شخص راح أذكره يراد له حلقة؟ شهد يراد لها حلقات. والله لا إيه طبعا يراد لها حلقة، وحلقة كبيرة أتكلم عن هاي الهدية اللي الله هدى لي إياها، الزوجة الجميلة العظيمة المرتاح بالي وياها. ترى صعب راحة البال تحصليها. طبعا أهم شيء راحة البال. مستحيل راحة البال تشتريها بفلوسك. صح، يقول لك العلاقة اللي تكلفك راحة بالك هاي أكثر علاقة غالية. مهما قدمتي بهذه الحياة لن تحصلي على راحة البال إلا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. فأني الله وفقني وانطاني زوجة صالحة، وإذا الله سبحانه وتعالى أراد يسعد إنسان يخلي إنسان يخاف الله في طريق. مخافة الله هي رأس الحكمة. مخافة الله هي رأس الحكمة. فلما هذا الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف قوانينه ويعرف عقوبته، النعم اللي لا تحصى في هذا البيت راح تصير. عندما يكون الزواج مبني على مخافة الله فأنت بأمان وسلام. أنت تؤمن بالحب من أي الله. نعم، وإلى يومنا هذا الله لا الله لا يحرمها يحرمها منك مني ولا يحرمك منها. خل أقولها قولها. حتى أحفظها. إيه. الله لا يحرمني منها ولا يحرمها مني. اللهم آمين، ويديمكم شكراً. البعض. شكرا ويديم المحبة بينكم. شكرا. أنا أدعي والله، أدعي لكل أصدقائي أن ينطي مثل ما انطاني. والله كل أصدقائي اللي أشوفهم أقول له أتمنى لك بنية مثل شهد. الحب نعمة مو كل الناس تحصل عليه. أي والله. أكو ناس يعني يعيشون حياتهم كلها ما يحسون بالحب. هذه نعمة. أتعس شيء. تعرفين شنو التعاسة؟ التعاسة أنه تتقبلين الواقع المر. أنت تصدمين بناس كنا ماخذين عليهم مثلا نظرة جميلة ويطلعون العكس. برأيك منو يحب أكثر، الرجل ولا المرأة؟ اثنينهم يغوصون بالبحر، هذا البحر العميق. اثنينهم يحبون. نعم، اثنينهم يغوصون تحت الماء ويتنفسون تحت الماء. الرجل والمرأة اثنينهم يغرقون تحت الماء. شنو الشيء اللي يدمر العلاقة؟ الخيانة. أصعب شيء بالحياة الخيانة. ليس فقط الخيانة الزوجية، لا، أصعب شيء هو الوعود الكاذبة. بس أنا بالنسبة لي الخيانة هي الخط الأحمر، النهاية يعني لا توجد بعدها نقطة، ماكو عودة. لا ما بدون عودة. إذا قلت لك غني لنا أغنية تهديها لشهد، شنو راح تغني لنا؟ والله هي بصراحة كل أغانية تحبها، بس يا أغنية أغني لها خلي أتذكر أكو أغنية علقت براسنا كنا نغنيها دائما بالسيارة. وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي، وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي، يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي، يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي، عليها عيون كتالة واللي صادقها هنيالة، عليها عيون كتالة واللي صادقها هنيالة، وما بالغ إذا أقولكم يموت التوقف قبالة. أحلى من القمر هي تخبل هاي البنية، أحلى من القمر هي تتمشى العصر طلعت سوت هزة أرضية، تتمشى العصر طلعت سوت هزة أرضية، إذا تزعل
أصف نسيت الكلام يا نور. اوكي كمل. من شنو يخاف حسام الرسام؟ أي أخاف من فراق الأحبة، أصعب شيء. صح، هذا أصعب شيء. فارقته هواية. أنا ما فارقت، بس اللي ما ينفعني. أوكي، حلو. فارقت الناس اللي هي تريد تفارقني. أنا دا على طول الباب مفتوح. بس أنت خوفك تفارق الناس اللي تحبهم. نعم، فراق الأحبة. بس أنا بابي دائما مفتوح، اللي يدخل أهلا وسهلا، واللي يخرج هم أهلا وسهلا. بس اللي يخرج تنسد الباب عليه بعد ما يرجع. ما تنطي فرص ثانية؟ نو. ما تؤمن بالفرص الثانية؟ مو وقت أعطي فرص ثانية بعد. راح ذاك الزمان اللي ننطي فرص. طينا فرص هواية. المفروض كل واحد يعاشرنا يعرف طبعنا. صحيح. شنو الشيء اللي لليوم بعدك يعني ما وصلت له وتريد توصل له؟ والله عندي أهداف هواية، أهداف هواية مسجلة عندي. يعني ما أقعد بدون تسجيل، ولا أقعد بدون تحضير، ولا ما أعرف يومي يخلص إذا ما عندي فد أقل شيء عندي فد هدف. يعني لازم عندي جولين باليوم، لازم، إذا كانت منزلية أو كانت خارجية. فالتخطيطات عندي هواية، شو وقت أنفذها حسب تواجدي وين يكون. يعني أنا رجل أخطط وأترك التخطيط مرات، بس يجي وقته. ما أحب الاستعجال. بالزمانات كنت أخبص، بس أريد أسجل، بس أريد أصور، بس أريد أنزل. بس الآن لا، الوضع اختلف تماما. الوضع محاسب عليه الآن. الأغنية محاسب عليها، الكلمات محاسب عليها. عدنا هفوات، عدنا سقوط، ونرجع نوقف. وهو هاي أسباب النجاح. يعني لولا السقوط ماكو نهوض. المخافة إنه نسقط وبعد ما نقدر نقوم. هذه إن شاء الله ما تصير عندنا. الخطط المستقبلية لا، خطط كبيرة إن شاء الله، وخطط مرضية يعني للجمهور وإلي. أنا عندي أشياء درستها وأشياء خططت لها وشفت أنه أنا متمكن إلها، ولكن الظروف، أنا سبب التنقلات من وإلى شوية تضايقني. يعني مثلا أخطط أنه مثلا شهر السابع، وفعلا والله هسه لو مكتوبة عندي بورقة، أنا عندي شهر السابع مخصصة، السابع والثامن مخصصة للتسجيل والتصوير، كلها تفركش. يعني إجا يعني أكو أشياء زحفت، فتراكم علي الشغل. مو كنسلت وإنما دفعت. يعني خلاص غيرت، بس هي الخطة موجودة. هل هي رأس السنة، بعد رأس السنة، قبل، المهم هي موجودات. إضافة إلى هذه الخطة، أنا من النوع اللي أضيف عليها أشياء. يعني عندي مثلا أقول راح أسوي أغنية. الأغنية مثلا مدتها 4 دقائق، موضوعها كذا، موجودة. على غفلة اجتاني مثلا غيرت، لا أريد أسويها 8 دقائق، أريد أغير هذا الكلام، يعني أخر وأقدم إلى أن تجهز عندي فكرة أكبر، وأجيب الشاعر نفسه أو غير شاعر أضيف عليها، أغير الموزع، أغير التوزيع، أغير المكان، ونبدأ بخطة جديدة. لكن هي الأساس موجود. عشان عنديش قطعة أرض موجودة ويوميا تغيرين الخطة، تقولي أريد أسوي عمارة، لا أريد أسوي جراج، لا أريد. فالآن المهم أني عندي الأساس. شنو القادم؟ نقدر نقول قريبا مثلا أكو أغاني جديدة؟ القادم، والله القادم أفضل بصراحة. وأنا قلت لك أنا قريب القادم بعد مدة. لا أنا أكو أشياء محضرها، بس ما تنزل، ما أسمح لها تنزل هسه. لأن أولا الظروف ما يعني تسمح لي أنا أنزل. إذا كان كليب حتى صورة ما أقدر أنزل مرات. يعني ندرس
الجو العام حتى لا نلام مثل ما نقول. اي متحمسة كل شيء القادم منك، والله أنا شوفي، متحمسة له. هاي للامانه اول شيء ينزل راح ابعث لك اياه خلاص للامانه. وعد، والله والله وعد. وحتى إذا تريد تسمعني قبل ما ينزل إي، عادي يعني، آخذ أنا رأيك. همين كل جاهزة يعني آخذ رأيك. لا. موجودة ردي. آخر سؤال، ولو هي القعدة وياك ما تنمل والله. الله يخليك. والله ما الله تنمل. يخليك يعني. وأنا أحس متابعين ستارز بودكاست يوافقوني الرأي إنه القعدة ما تنمل وما ودهم تخلص هالحلقة. الله يخليك. شنو تتمنى الناس تتذكرك؟ تتذكرني بالخير. أتمنى أنه يبقى لي أثر طيب. يعني أنا دائما أقولها أنه اللهم لا تحرمني من 3 أشياء: العمل الصالح، والولد اللي يدعي لي، والصدقة الجارية. أتمنى ذول ال3 يكونون عندي إن شاء الله دوم عندك يا رب. آمين يا رب العالمين. يا رب، وتستاهل والله. وأنا من الحمادين. هاي مرتين أعيد الأشياء. أنا كثير الحمد، وأرجوك أنت همات كثري بالحمد، واللي يسمعنا كثروا بالحمد، لأن الله يحب الحمادين. والله من يحب إنسان ما يعوفه، مستحيل يعوفه، مستحيل. بس ينخى، بس أقول له ربي أنت أعلم، أنت كمل، طيني حيل فقط، وشوفي الله شلون يفتحها. هو الله السند بالحياة. والله ما طرقنا باب الله سبحانه وتعالى وخيب ظنه أبدا أبدا. أنا بالنسبة لي أي شيء أطلبه وما أستحي أبدا. أقعد بالليل، الصبح، بالنهار، اللي داير مدايري كله أشوفه أقول له هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى، كله هو انطاني إياه. أولادي، زوجتي، الأصدقاء اللي هم على عدد الأصابع، ما عندي أنا هواية. أقول له ألف شكر لك، انطيتني أحلى أصدقاء، انطيتني أطفال أصحاء، انطيتني زوجة صالحة، انطيتني بيت حلو، انطيتني صوت حلو، انطيتني شكل مقبول، انطيتني روح أتنفس بيها، عندي قبول بين الناس. هو هذا أهم شيء. طبعا أهم شيء إن عندش قبول. طبعا. يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يسعني إلا أقول الحمد لله. وبالشكر تدوم النعم. نعم. وهاي أحلى يمكن نصيحة الواحد ممكن يسمعها يوم يدوم تقول لي كثري من الحمد لله. أي والله. أمهاتنا كلهن يعني نفس الشيء. لأن شكرتم لأزيدنكم. أي والله. فاني والله كثير الحمد وكثير الشكر. ألف الحمد لله على كل النعم اللي عندنا إياها. أنا جدا أشكرك على وجودك وياي اليوم بستارز بودكاست. نورتني يعني، ما تتخيل إيش قد فرحتي أني بوجودك اليوم، والقصص اللي سمعناها، والنصائح، والصوت، والأغاني. شكرا نور. يعني ما ينمل من القعدة نور وياك. والله العظيم. يعني أنت أخت عزيزة، واللي شفناه من عندك ما شفناه إلا الخير. وقلت لك احنا عرفناك من خلال الكومنت، والكومنت هو هذا رأي. أنا أحب أقرأ الكومنت وأحب آراء الناس، فلما أقرأ الكومنت على نور كأنه أنت أختهم، يعني أحباب صغار كبار كلهم يحبوك. فهذا الشيء اللي جابني اليوم لكم هو من منطلق يعني أخ إلك، وسند إلك، وداعم إلك أنتي وأخويا كريم وكل الإخوان الموجودين على هذا الاستوديو القائمين على هذا اللي أنت اليوم تقدمي البودكاست. ربي يوفقك إن شاء الله، كل خطوة تخطيها تكون بمكانها. أنا سعيد جدا، وليس أنت فقط خليتيني أتكلم اليوم. هواية أمور أنا بداخلي أحب أقولها للناس، وأحب أقولها من خلالك، وين ما أكون يعني كل مجالسي أنا أتكلم ترى بنفس الطريقة، وما أحب أتوقف مرات. حتى مرات تقول وش قد حكيت أنت. لا بالعكس، ما ينمل من سوالفك. شكرا. والله شكرا. أنا أشكرك وأحب أشكركم على كل تعليقاتكم الحلوة وكلامكم
ودعمكم وسندكم. أنتوا اليوم سمعتوا شهادة أعتز بيها من يعني فناننا الكبير وأخوي الغالي. الله يحفظك. يعني الكلمة اللي تكتبوها دوما أنا أقول لكم تأثر بي، والحرف أشكركم عليه. إحنا فعلا نكبر بيكم وبمحبتكم. وحتى ستارز بودكاست تعرف والله أنا أقول لهم البودكاست يكبر بيكم وبمحبتكم. يعني هم يطلبون، هم طلبوك. يعني أنا يعني أتشرف بوجودك اليوم. بس أنت تعرف كم رسالة وصلتني وطلب وتعليق وكومنت بكل المواقع: نريد حسام الرسام، نريد حسام الرسام، نور حسام الرسام. فيعني الناس هم اشتاقت لك، وأتمنى اليوم يعني هيك تونسوا ويانا. أشكرك مرة ثانية، وشكرا لكم متابعينا على حسن الاستماع والمشاهدة. نشوفكم الحلقة الجاية من ستارز بودكاست. مع السلامة. Thank you.